وكانت الشباب منك يا محمود. وكشان واقف وكنت تكذب وكنت تكذب عيون ابو عبد الله يابا. اوين يابا كتبت. بهذه الدموع وهذه الجموع ودع أهالي ناحية أبي صيدة في محافظة ديالى نجما لامعا من سماء الجيش العراقي الذي شهدت له ساحات الوغى، كان آخرها تحرير ناحية سليمان بيك. نعم، رافقنا الشهيد البطل هنا العميد الركن راغب العميري آمر لواء الشرطة الاتحادية في ديالى، وشهدنا ولمسنا ما فعله هو ورجاله من خبرة وحنكة عسكرية في التعامل مع حرب المدن ضد الدواعش. وقال وهو مترجلا مع رفاقه: نحن من يمسك الأرض. هذا ما تلاحظه بأم عينك. جنودنا الأشاوس وشرطتنا الاتحادية موجودين في داخل المدينة في كل شارع وفي كل زقاق، وحاليا تتجول مع الوفد المرافق لك. وهذه الكتابات لا شيء، دعهم يكتبون ما يكتبون، ونحن من يسيطر على الأرض. أهالي المنطقة الذين فجعوا باستشهاده استذكروا مواقفهم الطولية داخل المحافظة وخارجها، ولن يزيدهم استشهاده سوى الإصرار والعزيمة ضد كل من جاء بالقاعدة الوهابية وداعش معا. هذا الرجل، هذا البطل المجاهد اللي ضحى من أجل الوطن، وإن شاء الله دمه ما يروح هدر. بطل الذي قاتل الإرهاب في كل منطقة وفي كل محافظة، إن شاء الله دمه ما يروح هدر ضد ذول الإرهاب، جرذان داعش الإرهابية. إن شاء الله بعون الله وأهل البيت ناخذ ثارة، وإن شاء الله إحنا قادمون إلى أي محافظة بها إرهاب سوف نقاتلهم في كل ساعة وفي كل ثانية. من محافظة ديالى، يونس البياتي، الاتجاه.